عمرو أديب حاول يبرر، قال: أنا ما اتهمتش حد، أنا بس بقول اللي اتنشر في الجرايد الأجنبية. لكن أحمد حسن رد فوراً: وانت ليه تنقله؟ فين دورك كإعلامي؟ فين عقلك وانت بتعيد إشاعة ملهاش مصدر مؤكد؟ ولا المشاهدات بقت أهم من كرامة الناس؟ 80 مليون. لا بقول لك ما تلعبش على مشاعر 80 مليون. انا بقى هو لا لا احمد، انتوا اللي لعبتوا النهارده احمد وخسرتوا 3-0. لا اسوء فرقه في البطوله. حضرتك ما تلعبش على مشاعر الناس يا احمد انا ما بلعبش، مش انا اللي لعبت يا حبيبي. انت مش واخد بالك اللي حصل في الماتش النهارده. الله يا ابني، ما تروحوا تشوفوا، ما تتشطروا على الناس دول افريقيا وتقول لهم الخبر ده جايبينه منين؟ انت حضرتك مش هتحب البلد اكتر مننا، احنا بندافع عن بلدنا. واحنا كمان بندافع عن بلدنا. لا واحنا كمان بندافع عن بلدنا. طب احنا ليه مش عايزين نتكلم في اللي حصل بس يا كابتن احمد؟ احنا بنفرح بلدنا دي كلها، لعيبه مصر دي هي اللي بتفرح. انتوا النهارده فرحتوا بلدكم كلها، يوم زامبيا فرحتوا بلدكم كلها، يوم الجزائر فرحتوا بلدكم كلها، يوم رواندا هتفرحوا بلدكم كلها. ايه المشكله؟ ايه المشكله خساره ماتش يعني؟ ولا اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. اقول لك على حاجه، خلاص مفيش مشكله يا احمد.